مؤاخذة اللي مضايقاني. ايه هنلف فين؟ خير ورزق على اخواتي، يا رب يكونوا دايما بخير. يوم شغل جديد وفي انسب واحسن وقت للشغل. انا بالنسبه لي ده احسن وقت للشغل، وقت البرامج عامله لك عروض وعامله لك خصومات وعامله لك مسابقات. النهارده عندك شركه اوبر مقدمه لك عروض وبونص، وفي نفس الوقت عامله لك مسابقه، وكمان شركه اندرايف عامله لك 1% عموله. تعال نشوف احداث اليوم، نشوف اليوم هيمشي معانا ازاي، ونشوف البرامج كمان مقدمه لنا ايه. بس كل اللي طالبه منك ان انت اول حاجه تصلي على النبي وتعمل لايك وتدي دعوه حلوه لاخوك، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق اكتبه لي ان شاء الله باذن الله هرد عليك. اتمنى لك يا حبيب قلبي الفيديو بتاعك. يا صباح الخير والرزق على اخواتي من اهدى مكان في العالم. بنحييكم. نبدا شغل من ارض السيده زينب، واول ما نزلنا استلمنا رحله من اوبر اهيت، وللاسف مش عارفين رايحين فين. بس الميزه اللي فيها ان انا محدد وجهه، يعني انا محدد وجهه على الكتكات، عشان لقيت في رحلات بتجيلي بعيد، ورحلات عايز حد عايز يروح القصاميه، ولا عايز يروح حدائق الاهرام. طبعا انا عشان استفيد من البونص ده زي ما قلت لكم قبل كده بلعب على الرحلات الصغيره. انا احس ان انا يعني ممكن اخد رحلتين ثلاثه في اليوم كبار. فنزلني النهارده الساعه 1، ومعانا بتاع حوالي 11 رحله في البونص. 11 رحله هناخد فيهم 560 جنيه و620 جنيه. 560 جنيه دولت بتوع البونص اللي هو ال 50 رحله بتاع جمعه سبت حد. انا يوم الجمعه عملت 22 رحله. يوم السبت اللي هو ما فيهوش شغل والدنيا واقعه، الحمد لله ربنا قدرني وعامل 20 رحله. بس عايز اقول لك استحمت يوم السبت دوت اذا كان السبت ولا الجمعه، بس السبت اكتر عشان ما كانش في شغل، واضطريت اقعد وقت اكبر في الشارع عشان طبعا افضل يعني اعرف ان انا اعمل اكبر عدد رحلات، بحيث ان انا لما انزل النهارده اللي هو يوم الاحد ابقى انا باقي لي حاجات بسيطه على 55 رحله اللي هو البونص بتاع السبت الجمعه وسبت وحد. فاستلمنا رحله اهيت، هنروح نشوف العميل رايح فين، ان شاء الله يكون رايح حته قريبه. ابن العيله حبيبي معاك عليا حبيبي. مش كامل رمزي، جنب يمين مش كامل رمزي. طيب 60 68 ايه؟ والله بتيجي كل سنه مره، فاهم؟ تعمل عناصر وشغلانه. فكده كده انا بركبهم ايه؟ يركبوا للزراعه اسهل، ينزلوا الزراعه يركبوا ايه؟ وصله ثانيه وشكرا الموضوع خلص. حصل. يا عم طول ما انت سيبها لله عشان على الله. حلوه دي. والله سيبها لله تلاقي كل اللي انت تتمناه. المهم يا باشا دلوقتي اللي داير حرب تكسير عظام بين اوبر واندرايف. دي مش مشاركه في الموضوع خالص. دي خلاص عملت المسابقه بتاعت العربيه ديت، والراجل الله يبارك له كسب، الله يبارك له ويرزقه ويديه خيرها ويديه شرها يا رب. لكن اوبر جاب عملت مسابقه للموتوسيكل. جت يا باشا قابلتك ايه؟ تعالى نشوف الرساله كده مع بعض. بص يا باشا بيقول لك هذه الحمله ركوب اوبر مش عارف ايه، الجوائز 1500 جنيه مصر مقدمه ل 96 ستار. ماشي يا اخويا. وجوائز نهائيه 10000 جنيه مصري بخوذه ستره مقدمه ل 12 سائق، و4000 جنيه 45 سائق، و2000 جنيه 110 سائق. ماشي يا اخويا. من شروط المسابقه انك تكون شريك سائق ناشط على تطبيق اوبر في مصر، اكمل اكبر عدد ممكن من الرحلات، الحفاظ على تقييم الراكب القاهره اسكندريه غردقه منصوره. وبقول لك بعد ما تخلص المسابقه هيتواصلوا مع الكباتن اللي فازوا يعني.
بس بعد كده تخضع بقى الشروط والاحكام والقصص دي كلها. المسابقه ديت حلوه ووحشه في نفس الوقت. طب حلوه ليه وحشه ليه؟ بص يا سيدي، حلوه عشان هي يعني عدد كبير اللي هيفوز والكلام ده كله، بس وحشه في حاجه واحده بس، ان هي برضه احنا لسه ما بنعرفش الواجهه رايحه فين. تمام. وكمان نسيت اقول لك انها حلوه عشان هي مع البونص اليومي، البونص الاسبوعي، فانت شغال تمام مرتاح، يعني هتشتغل وهتتعب والكلام ده كله، هتلاقي اخر اليوم وهتلاقي اخر الاسبوع. ولو المسابقه دي جات من حظك 1000 ونص حتى، بلاش نبالغ ونقول الاربعه ولا العشره ولا الكلام ده كله، ولا 2000، اي حاجه تيجي منهم، فاهم؟ حاجه حلوه مش وحشه بالنسبه ان هم اهتموا بالموتوسيكل وعملوا لهم مسابقه زي ما عملوا العربيه. اي نعم ضعيفه طبعا عن العربيه، بس بما انك انت موتوسيكل والثانيه عربيه فشغل اكبر والعربيه اكبر والكلام ده كله، فلوس اعلى وبنزين وقطع غيار. اي نعم احنا برضه قطع غيارنا بقت غاليه، بس طبعا مقارنه بالعربيه مش لاقيه. ايه هنلف امتى يا مسهل؟ لا انا خلاص مش هتكلم، بس انا شايفها لو عملوا هتاخد ملف مش عايز تلف والله. لو حد من الراجل معاه كلم يا عم ولا بس ولا بعمل والله. لا والله انا ولا بتكلم ولا بعمل، هو بس رد الفعل وبسكت بعد كده. خلاص اعمل لها ايه ولا اعمل له ايه يا حبيبي؟ على الله ربنا يسترها يا رب. ده كده يمين اهو. ماشي. مؤاخذة للنهاني. ايوه صح يا نن عيني. لا نن عينك تفتح بقى يا حرفلون انت بتقول ايه؟ كلمة حلوة. لا ينفع يا اخويا، بقت بتاكل مع الكبير قبل الصغير والحرمة قبل الراجل. ايوه والله العظيم لما تقول الحريم ما بتسمعهاش. ساعتين اوريك كلمتين والله. حبيبي يا عم سيد، انا خبر يا ابو سيد. 32 اخو حبيبي يا نن عيني. ماشي يا نن عيني تسلم. عشان كده حسب الانتظار بس 3 دقايق ما حسبهمش زي ما كان بيحسبهم ب 15 جنيه. الحق دخل الدقيقه بجنيه ولا ايه؟ معانا رحله في على الطريق، مش عارف رايحه فين، بس انا كده محدد وجهها، فاكيد هيجيب لي في اتجاه الوجهه ان شاء الله. بس غريبه دي، يعني انا سمعت ان هم خفضوا ال 25 جنيه خلوهم 15 جنيه. انت كنت بتاخد 21 جنيه لما العميل بيلغي او انت بتروح تستنى العميل وما بيلغيش. دلوقتي خلوها 15، ينزل لك 15 جنيه لو عميل لغى او انت رحت استنيته 3 دقائق او 5 دقائق ولغيت 15 جنيه بدل 21 جنيه. كمان نزلوا الانتظار، يعني انت مش فاهم كنتوا بتجربوها يعني ولا ايه؟ ما لحقتش. عندنا بقى يا عمنا بقى بعد ما كانوا عملوها 4 جنيه للدقيقة، دلوقتي بقت جنيه للدقيقة. أنا وقفت 3 دقايق لقيته مديني 2 جنيه و90 قرش، يعني يعتبر 3 جنيه ويمكن 3 جنيه ويمكن أكتر كمان، أقل كمان، يعتبر جنيه ويمكن أقل كمان من جنيه في الدقيقة. حركة رخمة صراحة، حركة رخمة. بص العميل، بص البرود موقفني برضه 3 دقايق وما لغاهاش، وببعت له على الشات ما بيردش، بكلمه جرس ما بيردش. الغيها انت ماشي، انا بقى هكمل ال3 دقايق، انا وقفت وجيت واستنيتك وانت ما لغيتهاش، الغيها يا باشا انت. لم يحضر الراكب، شكرا. بعد ما جيت يا عم وقفت في الزحمه ومشيت في الزحمه، في الاخر تقول لي طب الغي بقى، ما توقفني ليه طيب؟ بتوقفني ليه كل ده؟ حول ولا قوه الا بالله. قال لي انا هلغيها، ما لغاهاش اهو، بجيب برنامج هنج اهو.
رحله اهي. الشبكه هنا وحشه قوي، الشبكه هنا وحشه قوي. عايزين نطلع من هنا. حضرتك رايح مهندسين صح؟ اه. استاذ عادل اتفضل. الضرايب مين اللي بيحب الضرايب؟ في حد بيحب الضرايب؟ يعني الاوبر بقى اهو. تحت الباب. لا حضرتك ممكن تطلع قدام شويه عشان احنا كده مش عارف اوزن المكنه معلش. ايوه. لا خالص. سنة كمان. ايه؟ خلاص اتباعت اكيد. ايه؟ اكيد اتباعت. بقول لك ناس تاكل حرام وخايفه من الفقر. ناس الفقر كلها خايفه من الحرام. وعجب بحب انا التكتيكيات دي قوي. بيبقى في منها مقولات حقيقيه يعني. فعلا في ناس الفقر كلها يقول لك لا ما دخلش على بيتي وعلى عيالي وقرش حرام. ربنا يكفينا بالحلال يا رب. بقول لك بقى ايه حرب تكسير العظام بين اوبر واندرايف. طب اوبر وعرفنا خلاص عملت المسابقه. اندرايف عملت ايه بقى؟ اندرايف يا باشا جت قالت لك خد يا باشا عموله 1%. يعني ولا حاجه كانك شغال بسير عموله. بص الرساله. بس يا باشا الرساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك اعتبارا من 1 اكتوبر ل 30 نوفمبر يعني شهرين. اكتوبر ونوفمبر بنساعدك تزود مصاريف خدمه مش عارف ايه 1%. خبر حلو. العرض ده ساري على كباتن العربيات والموتوسيكلات كمان. اوقات الذروه ايام من الاحد والخميس من 8:30 صباحا ل 10 صباحا. ومن 4:30 ل 6:30 عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت من 7 ل 10. المشاوير الأقل من 10 كيلو طول اليوم. تمام. نقف ونكملها مع بعض. أي واحد ماشي. هنا بدل ما تيجي ايه على الشارع. الحمد لله على السلامة. 50 يا باشا بس. خدنا اي حاجه بقى مش هنلحق وقتها. اتفضل. شكرا. عفوا. يا رب اللهم امين. اللهم امين. نرجع يا باشا لاندرايف. المهم بقى اندرايف يا باشا بتقول لك بعد كده واثنين المشاوير الاقل من 10 كيلو مصاريف الخدمه 1% ايه؟ بتطبق على كل رحلاتك على مسافه اقل من 10 كيلو في اي وقت طول اليوم. يعني المصاريف اللي هي اقل قصدي الرحلات اللي هي اقل من 10 كيلو عليها مصاريف 1%. والمصاريف والبقى اللي هو اكتر من 10 كيلو اللي هو من امتى؟ اللي هو يوم الخميس من الحد الخميس من 8:30 ل 10:30. في وقت تاني من 4:30 ل 6:30. يعني بتاع حوالي ساعتين. وهنا نهايه الاسبوع الجمعه والسبت من 7 ل 10 مساء. يعني 7 ل 10 بالليل يوم الجمعه والسبت. اي رحلات بقى 1%.
طبعا دي حاجه حلوه، حاجه حلوه جدا. فهي حاجه حلوه ان البرامج تعمل عروض. بس تعالى نشرب البتاع ده، شكله ساقع وحلو. والله ساقع من الازازه دي. بس بقول لك ايه بقى، الحمد لله شربنا على خير. بقول لك حاجه حلوه ان البرامج تعمل عروض وتضرب في بعض. احنا هنستفيد، انت ككابتن هتستفيد. يعني النسبه 1% دي لو انت شغال على اندرايف هتاخد منها الرحلات اللي هي الاقل من 10 كيلو، اللي احنا مثلا ناخدها ب 9 كيلو ب 50 جنيه. هتبص تلاقي معاك هي ال 50 جنيه، يعني نص جنيه مش هتتكلم فيه. فاهم؟ يعني نص جنيه ولا حاجه، فيعتبر هي ب 50 جنيه ان شاء الله هتاخدها. فده عرض احد. طب فين بقى دي ما دخلتش في الموضوع خالص، ما شفتلاش اي رساله جات لي بعروض او بونص او اي حاجه من الكلام ده كله. مش فاهم هي ليه نايمه في الخط كده. انا بالنسبه لي لغيالي الزيرو عموله، ولغيالي بتاع دوت ال 5% عموله، يعني مش مدياني اي حاجه. لو افتح ايدي اشتغل على العموله اللي هي 15%، اللي هي العاديه بتاعت البرنامج. طبعا لا، انا مش هفتح ايدي واشتغل عليها. مش عارف، انا حاسس ان دي نانو او ماجد او يعني حاجه زي كده، فاهم؟ لان هي مش عامله اي عروض ولا عامله اي مسابقات ولا مديه بونص. طبعا دي حاجه وحشه قوي. مش فاهم البرنامج ده كان حلو. يعني كان في ناس كتير بتشتغل اوبر على سير عموله على 5% عموله. لو في حد لسه شغال بسير عموله يعرفني ان هي موجوده، لكن انا ما بيجيليش اي رسائل منهم ولا اي اخبار منهم والله. مش فاهم ليه. رحله اهي. ورا ماشي. قلنا ننزل على جامعة الدول كده، ننزل عكس الواجهة، الواجهة ما تضيعش مننا. موت راح فين يا باشا؟ ماشي. لا 1 كيلو 1 كيلو 400 جنيه، رحلة صغيرة جدا. خمستاشر. اتفضل. رحلة 1 كيلو ونص 15 جنيه. كويس، كويسة جدا. بس عايزين نحافظ على الوجه. فعايز اقول لك على حاجة نسيت اقول لك عليها في البونص بتاع اوبر. لازم التقييم بتاعك يكون عالي. يعني تقييم العملاء ليك لازم يكون مثلا 5. يعني كل عميل يقيمك حلو. معرفش هما بيقيسوها ازاي، بيحسبوها ازاي برضه. من ضمن الحاجات اللي سايبينها عايمه، قايل لك ان العميل يقيمك في تقييم مرتفع يعني. ف خلي بالك من حاجه زي كده، فاهم؟ عشان ايه ما تجيش تتخانق مع عميل او تشد مع عميل ويحصل موقف معاك مش حلو، يقيمك مثلا بنجمه او نجمتين، فكل ده بينزل التقييم بتاعك. يعني انا بفضل الله على مدار دلوقتي بتاع حوالي 5 سنين او 4 سنين ونص، بص التركيب بتاعي كام. بص التركيب بتاعي 4.97. هنحط بنزين. نص بنزين بقالنا كتير والمكنه هتفضى. ثاني واحد فاضي.
السلام عليكم. اكتب 150 اخويا. 148 خد 150 اهو. اتفضل يا باشا. بص البنزين بنزين احتمال كبير يرفع. ربنا يسترها. المفروض الشركات ترفع الاسعار لان كده احنا يبقى لها كم زياده بنزين ما رفعتش اي حاجه وتقول لك انا رفعت وتنزل تشتغل تلاقي الاسعار زي ما هي. يعني صرف النظر ان احنا بنشتغل على البونص بس البونص ده يعني هو ليه انت مش عايز تعمل حاجه اساسيه. لا لازم يرفعوا الاسعار. لازم يرفعوا سعر الكيلو في الرحلات. كده حرام يعني. وبعدين البنزين لما يغلى مش هيغلى جنيه ولا يغلى جنيه. سمعت ان البنزين هيبقى ب 22 جنيه تقريبا يعني. طبعا لازم في وقفه. في ناس بتاعت العربيات هتعمل وقفه فلازم نتكاتف ونبقى معاهم يعني في اي لقطه بقى حتى نشوف هيعملوا ايه. يعني اكيد انا هيبقى في تواصل مع حد حبيبي كده معاه عربيه وهو مشترك في جروب. هو والله قال هبعت لك اللينك بس انا ما يعني اتلهيت في الشغل. هو برده والله يعينه في شغله والكلام ده كله فما اهتمتش يعني. قلت بعرف منه الدنيا فيها ايه ونبقى نعمل زي ما الناس هتعمل. لان كده الاسعار ضايعه خالص لو بعد زياده البنزين. يعني كده الدنيا ماشيه الى حد ما ماشيه نفسها والله. لكن البنزين يرفع انت ما تزودش لا حرام يعني. 50 جنيه في رحله هيبه ترند بنفول من حوالي يومين كده ب 150 جنيه برضه. السلام عليكم. اسلام رايحين فين يا باشا؟ ماشي هنا ماشي. رحلة أحمد عرابي 43. تعال يا باشا. هنا؟ ماشي. خمستاشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا فندم. ما جربش ان احنا بنعمل رحلات صغيرة النهارده. عايز اقول لك والله العظيم انا جمعة وسبت انا بتفحت صح. لان ما فيش مدارس ولا جامعات ولا الكلام ده كله. يعني السبت ممكن بيبقى تلاقي مثلا في وسط البلد كام مدرسة بس اللي شغالين ومش كله بيطلب اوبر. طبعا بطحن يوم الجمعه والسبت ده. طبعا لما بنزل يوم الاحد ببقى خلاص بقى خلصت اكبر عدد رحلات فبيبقى لي كام رحله فببقى عايز اعملهم رحلات صغيره. بص العميل واقف فين. السلام عليكم. هشام اتفضل. راح احمد عرابي؟ ان شاء الله. راح من السودان؟ كده هو مدينا ازاي؟ هو مدينا من السودان. عايز تروحها من هنا ولا عايز تروحها منين براحتك؟ انت عايز تروح انا ما عنديش مشكله. والله عادي. نخرج كده؟ نخرج كده احسن. لو على البتاع دوت ده يستحمل كل ده؟ هنا اهو.
عفوا يا باشا، عفوا. على مالك، على مالك. 20 ماشي يا باشا. لقيت تاج الدول امبابة. دول امبابة ايه ده؟ رحلة تاج الدول امبابة، والعميل واقف في السودان، واقف عند أول الشارع ده. هيرجع تاني يخش تاج الدول. يلا بينا. السلام عليكم. اسمي شعبان. عندي كنيسه كده في شارع الوحدة. عند الكنيسة شارع واحدة. طب قول لي الرقم كام؟ ستة تسعة 8 1. 6 9 8 1. 3 2 8 9. ايوه ده مظبوط ده. انت محدد اللوكيشن فين؟ انت محدد اللوكيشن فين بتاع النزول؟ لا مش عندي شارع الوحدة. مش مكتوب عندي شارع الوحدة. انا مش مكتوب عندي شارع الوحدة. انا هنا مش مكتوب عندي شارع الوحدة. مش اللوكيشن ورا مكان ما انت كنت واقف. انا هركب من هنا انا شارع الوحدة. فندم ما هو انا ماشي، انا بدأت الرحلة. انا بدأت الرحلة دلوقتي. اللوكيشن اللي محطوط ورا مكان ما انت كنت واقف. انت هتنزل هناك. بص اهو شارع السودان مكان الوصول. غيره من عندك بقى، خليه شارع الوحدة. هو في نت ولا ايه؟ مش عايز. مش عايز، وده متحدد عندنا غلط. طب انت فاتح النت طيب؟ ايه طيب؟ هو المشوار ده كده هو كان مديك كام؟ كان مديك كام؟ كان مديك كام فلوس؟ دي كده مش 15 جنيه، 15 جنيه حاسس ان انت داخل شارع تاج الدول اللي هو عند المحكمة. مش عارف ما نروح هناك نوصل نعرف. تمام. عمل معاك كام؟ 17. انا بقول لك هو مش هيحسب حاجه زياده. لا 5 كمان. تمام مرضي. يا عم تمام. هو عشان بس انت حاطط اللوكيشن، انت محدده مكان ما استلمتك عند ميدان الكيت كات، مكان ما هو نفس الوصول. مش فاهم ازاي. والله انت شفت اهو. انا حتى بص المفروض المفروض انت تنزل فين اهو، مكان ما احنا كنا واقفين عند ميدان الكيت كات اهو. شايف؟ عشان كده اداك السعر ده. يلا الحمد لله. ماشي يا باشا حبيبي. انا حاولت اغيره ان انا اخليه هنا هو شارع واحده، مش عايز تقريبا. معهوش نت بقى ولا في، بيقول لي انا معايا نت.
فانا فتحت التليفون قدامكم، مش عايز يحدد على شارع الوحده ولا على الكنيسه ولا اي حاجه. البرنامج ما بيعدش، البرنامج ما عدش اي حاجه ولا اي حاجه. طب يا حبيب اخوك، لو وصلت معايا لغايه هنا اتمنى الفيديو يكون عجبك واحداث اليوم تكون عجبتك. انا بصراحه النهارده حصل معايا موقف في اخر الرحله ديت، ان انا ببص في الساعه لقيت الساعه 2:30، وبصراحه انا ما كنت صليت الظهر، فروحت صليت الظهر وشربت شويه شاي وطلعت كملت بقيه الرحلات اللي كانت لسه فاضله، فما حبيتش اطول عليك اكتر من كده. فكل اللي طلبه منك ان انت اول حاجه تصلي على النبي وتدي دعوه حلوه لاخوك وتعمل لايك، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق اكتبه لي وان شاء الله هرد عليك. اسيبكم في رعايه الله وامنه. سلام.